الموضوع عامل زي واحد نط من الدور العاشر ونزل على قش فجت سليمة معاه، يعني ربنا سترها، فقرر ان هو يعمل كتاب كيف تسقط من الدور العاشر بدون ان تفقد طحال، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. عشان نفهم الفخ ده لازم نرجع بالزمن لسنة 1943 في معمعة الحرب العالمية الثانية. الجيش الأمريكي كان عنده مشكلة كبيرة جدا، الطيارات الحربية بتطلع تضرب في أوروبا وترجع متخرمة بالرصاص. القادة العسكريين جمعوا المهندسين والعلماء وقالوا لهم شوفوا لنا الطيارات اللي بتروح تضرب وترجع دي متخرمة فين بالظبط، علشان نحط دروع في الأماكن اللي الطيارات دي ضربت فيها ونقويها، فالطيارات بتاعتنا يبقى كفاءتها أحسن. المهندسين جابوا الورقة والقلم ورسموا الطيارات وعملوا الإحصائية بتاعتها، لقوا إن أغلب الرصاص جاي في الأجنحة وفي الديل من ورا. قالوا خلاص احنا نقوي الاجنحه وندرع الديل. وهنا بقى ظهر عالم رياضيات كان هربان من النمسا وقتها اسمه ابراهام والد. والد بص للقاده وقال لهم جمله واحده غيرت مجرى التاريخ، قال لهم انتوا بتبصوا في المكان الغلط اصلا، حطوا الدروع في المكان اللي ما فيهوش ولا رصاص، يعني في الموتور والكابين. قاده الجيش استغربوا، ازاي يا عمنا بنقول لك الطياره متخرمه في الجناحات تيجي انت تدرع لي الكابينه والموتور تعبان؟ والد ردوا عليهم بيبين لنا قد ايه هو كان دماغه في حته ثانيه خالص. قال لهم الطيارات اللي اتضربت في اجنحتها رجعت المطار وقدرنا نقيسها، اما الطيارات اللي اتضربت في الموتور والكابينه دي ما رجعتش اصلا، دي اتدفنت في البحر بكل اللي فيه. القصه اللي اثبتها ابراهام والد دي بيتقال عليها علميا ونفسيا انحياز البقاء او السرفايفر شيب بايس. يا عم لاشين علاقه طيارات الحرب العالميه الثانيه بمقال دانكو اللي قرا 200 مليون بني ادم بفيديو ابو زيد؟ انت عايز تقول ايه؟ هقول لك العلاقه ان في صناعه التنميه البشريه احنا بنعمل نفس الخطا اللي عمله القاده العسكريين دول. احنا بنسمع بس ال10 اللي نجحوا اللي هي الطيارات اللي رجعت للمطار، ال10 دول بيطلعوا بقى في بودكاستات ويكتبوا كتب ويعملوا كورسات عن ازاي انا وصلت لهنا وانا كنت بصحى الساعه 4 الصبح وبستحمى بميه بتلج وعايش في الايه، وجاوبت بقى على كراسه الاسئله بتاعت دانكو وبقيت رئيس تنفيذي. فانت تصدق وتروح تعمل نفس الافعال بالظبط وانت مش واخد بالك ان في 199 مليون و900 الف بني ادم غرقوا في السكه ما وصلوش اصلا، مع ان هم عملوا نفس الافعال بالظبط، هم مشوا في نفس السكه، عملوا نفس الخطوات بالحار، صحيوا الساعه 4 الصبح، استحموا بالميه والمتلج، وفي الاخر عضوا في البلاط او شركاتهم دي افلاس. طب ليه؟ لان ما سمعتش قصه اللي غرق في البحر، ما سمعتش عن عوامل الظروف، عن التوقيت، عن راس المال المبدئي، عن العلاقات، عن الجينات، وعن حظ السوق الخام اصلا. الموضوع عامل زي واحد نط من الدور العاشر ونزل على قش فجت سليمه معاه، يعني ربنا سترها، فقرر ان هو يعمل كتاب كيف تسقط من الدور العاشر بدون ان تفقد طحال، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. انحياز البقاء بيبني عندك وهم ان النجاح الاستثنائي مجرد خطوات فرديه، لو اي حد مشيها طبيعي يوصل لنفس النتيجه، ولو ما نجحتش بعد ما طبقت الخطوات دي يبقى العيب فيك انت مش في السيستم.